السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما انتهيت من حسابات الدوميستيك جه الدور على حسابات الدرين. والدرين الموضوع فيه أسهل بمراحل، ولكن صعب في الرسم. وده هنلجأ له قدام خالص، هتلاقي فعلا الصعوبة بتاعت رسم الدرين ومشاكل الدرين. بس مش دي مهمتنا دلوقتي، أنا مهمتي اللي أنا أعرفك على المنظومة بشكل عام. احنا عندنا الدرين أو ما يسمى بحاجة اسمها السناتري، اتقال عليه درين أو سناتري. زي ما احنا عارفين حاجة اسمها ويست، حاجة اسمها سويل، وعندنا في حاجة اسمها الستورم، والستورم ده المقصود بيه صرف المطر. المفروض يعني في المباني المحترمة وفي الشوارع المحترمة بيتعمل حاجة اسمها جتر فوق السطح، والجتر اللي فوق السطح ده بنجمعه على ماسورة، والماسورة دي بتمشي بنرميها في الصرف عندنا علشان ما يبقاش في مية فوق السطح تبوظ لنا الخرسانة. طيب يعني ايه ويست ويعني ايه سويل؟ الويست هو المقصود بيه صرف نظيف او خفيف، اما السويل المقصود بيه صرف تقيل. يعني مثلا انت عندك الدبليو سي ده يعتبر سويل، عندك مثلا اللافاتوري اللي هو الحوض ده يعتبر ويست. طيب تعال عشان نفهم اكتر نرسم مع بعض كده حمام، نفس الحمام اللي احنا رسمناه قبل كده دبليو سي. عندك هنا باستب، اتقال عليه باستب او شاور او بانيو. عندك هنا المغسلة، عندك هنا اللافاتوري اللي هو الحوض، عندك هنا الباب. في دول الخليج نفس القصة، انت عندك هنا لازم ولا بد يبقى عندك فيه هنا حاجة اسمها فلور درين، وليكن مثلا هنا في فلور درين. الفلور درين دي البلاعة اللي انت حضرتك لما بيبقى فيه مية في الحمام بترمي المية عليه، وفي نفس الوقت ان البلاعة دي اهي بتبقى مخرمة من فوق، بتبقى عاملة بالمنظر ده، لها حاجة اسمها ان ولها حاجة اسمها اوت. يعني تقدر تجمع عليها صرف الوحدات الداخلية، وبعد كده تاخدهم كلهم وتطلع بماسورة ايه؟ بماسورة واحدة. خلي بالك ان الفلور درين دي بتتعامل مع ايه؟ مع صرف الويست بس، الصرف الخفيف، عشان طبعا ما ينفعش ترمي عليها صرف تقيل تتسد. فعندك ده يعتبر خفيف، ده خفيف، ده خفيف. اما الدبليو سي ده يعتبر صرف ايه؟ صرف تقيل. طب تعالى كده مع بعض نفهم اكتر. انا لو عندي حمام زي ده هصرفه ازاي؟ الموضوع بسيط. نمسح بقى كده، ده بالنسبه لك الفلوك درين. عندك هنا في نقطه صرف، عندك هنا في نقطه صرف، عندك هنا في نقطه ايه؟ في نقطه صرف. دايما وانت بتتعامل مع مواسير الصرف لازم تكون ماشي مريح الماسوره. يعني ايه مريح الماسوره؟ يعني انا اقوم راح اعمل كده كوع 45 مفتوح، ده حاجه اسمها ماسوره مفتوح، كوع مفتوح كده، ما يدخلش كده، ما ينفعش، ما ينفعش كده، غلط. والكلام ده واحنا بنتعلم رسم هتفهمه اكتر. اهو دي لازم تمشيها لي كده اهو، واخد بالك؟ لازم اهو، يبقى دي صنعة مع دي زاوية 135 مفتوحة، يبقى الصرف كده سهل اهو، مفتوحة اهي، لازم تبقى مفتوحة. يبقى كده حضرتك انت صرفت ده وده على ايه؟ على الفلوك درين. طب نفس القصة اهو، ونطلع في الحيطة ممكن نجيبها بشكل تاني اهو، تاخدها من هنا اهو، اهو صرفت كده، واقوم راح جايب ده مجمعه كده، بس لازم ده مع ده يبقى مفتوح اهو. بعد كده اطلع بقى من هنا بماسورة، الماسورة دي بيتقال عليها ايه؟ الويست. الماسورة دي بتبقى عادة 3 بوصة. طب الماسورة دي بوصة ونص، طب الماسورة دي بوصة ونص، طب الماسورة دي بوصة وربع او بوصة ونص. جميل كده، اتجمعوا كلهم على بعض على دي. طب الدبليو سي 4 بوصة، وبيتقال عليه سويل. تمام كده، يبقى كده انا صرفت الحمام. طيب تعالى بقى ركز بقى معايا في النقطة دي. احنا عندنا في مصر زي ما انا قلت لك انت بيبقى في عندك منور، نخلي بقى المنور المرة دي هنا،
بيبقى عندك هنا ايه؟ منور. المنور ده انت بتنزل فيه المواسير بشكل ايه؟ بشكل رأسي، فبتتسمى رايزر او ما يسمى بستاك. انا بديك بس مصطلحات اهو. في الصرف بيتسمى ايه؟ كصرف بيتسمى ايه؟ ستاك، عمود الصرف. طب انا دلوقتي في المنور ده منزل المواسير. طب بالنسبه لدول الخليج لا يا ريس، نفس المدرسه. بنقوم احنا عاملين ايه؟ بيبقى في عندك هنا حيطه، دي حيطه، المواسير بتنزل مدفونه في قلب الحيطه لغايه تحت ونجمعها تحت. يبقى ايه الفرق ما بين الشغل الخليجي والشغل بتاع مصر؟ هو موضوع دفن المواسير. هو ما بيدفنش المواسير، يعني ما بيكسرش الحيطه ويدفن الماسوره. امال هو بيعمل ايه؟ هو قبل ما بيصب بيزرع الماسوره، بيحط الماسوره. ودي بقى مشكله رهيبه عندنا في مصر. احنا اصلا في مصر بنعمل التصميم متاخر. يعني احنا بنبني المنشاه وبعد كده بنصممها، عكس بره. هم لو هيعملوا بيت يقول لك قبل ما ادق مسمار اخلص لوحته ايه؟ التصميميه. علشان كده هو بيكون عارف اللي فينا في ماسوره هتنزل، فينا في ماسوره هتنزل، فعامل حسابها من الاساس عشان التصميم خلصان اصلا. وده الفرق فعلا في احترام الانجينير. احنا عندنا في مصر في تطبيقات صعبه فعلا، بس للاسف مفيش احترام لمهنه الهندسه، مستعجلين دايما. ده الفرق ما بين المشاريع الخليجيه والمشاريع ايه في مصر. موضوع المنور ما تلاقيش مناور كتير في دول الخليج، عشان كده هم بيتعاملوا دايما مع حاجه اسمها دي اسمها سليف. سليف يعني ايه؟ يعني تجويف فاضي في الخرسانه، بيتقال عليه سليف. تمام كده؟ يبقى انا بديك شويه مصطلحات، افتكر: سليف، رايزر، ستاك، كل دي مصطلحات تجمعها مع بعض عشان قدام هنحتاجها مع بعض. طيب يبقى دلوقتي انا عرفتك وحسستك بالارقام، ده بوصه وربع، بوصه ونص، ده بوصه ونص، ده بوصه ونص. طب الماسوره بقى اللي بتجمع اديها لي 2 بوصه. طب الماسوره اللي طالعه دي قلنا 3 ايه؟ 3 بوصه. طب الماسوره ديت قلنا ايه؟ 4 بوصه. طب جميل، انا كده جمعت. وخلي بالك هتلاقينا حاطط لك هنا القيم اهو، هتلاقينا حاططها لك هنا اهو عشان برضك ايه؟ التسهيل عليك. تعالى بقى مع بعض نفهم ايه الصور اللي قدامك دي. سيبك من صرف المطر، اعرفه بس للشيء. كده كده انت قدام هتعرف ازاي بتصممه، بس ده مش قصتنا. انا عايزك بس على الاقل اتعلم لي ويست وايه، اتعلم لي سويل، عشان وانت بتعمل تدريب وتست يبقى انت بتعرف ترسم حاجه. اما المواسير دي بتنزل تحت، تعالى بقى ناخدهم هنا كده اهو. دي ماسوره نزلت لك اهي اسمها ويست، ودي ماسوره اسمها ايه؟ سويل. ركز بقى معايا. لو انت فاكر معايا ان الماسوره بتاعت الويست دي اصلا كانت جايه لك من حاجه اسمها هنا اسمها ايه؟ فلور درين. احنا بقى عندنا في حاجه اسمها هنا غرفه التفتيش اسمها الاي سي. الاي سي غرفه التفتيش، انسبكشن شامبر. جمع مصطلحات، جمع، عايزك تجمع. في عندنا هنا هوت حاجه اسمها جالي تراب اهو. تعالى بس عشان يبقى الرسمه كويسه، خلي الجالي تراب هنا وخلي غرفه التفتيش ايه؟ هنا. غرفه التفتيش بيخش لها السويل مباشره، اما الويست ما ينفعش يخش لك على الاي سي على طول. يعني ما ينفعش اقوم اعمل كده كده، يعني ما ينفعش دي ما تبقاش موجوده اقوم اعمل كده اهو. غلط. طبعا زاويه 45 احنا قلنا اهو، زاويه اللي هي المكمله لل 45 اللي هي 135 يعني. غلط. امال ايه الصح؟ الصح اللي انا لازم ادخله الاول على حاجه اسمها جالي تراب، وبعد كده اطلع من الجالي تراب اودي على حاجه اسمها الاي سي. طب هو ايه لازمه الجالي تراب دي اساسا؟ الاي سي دي غرفه بيتجمع فيها صرف السويل وصرف الويست، فمعناها ان الريحه فيها بتبقى وحشه. فانا لو انا رميت الويست مباشره عليها، وارد جدا ان الريحه الوحشه تتنقل في الماسوره. تيجي تفتح تخش الحمام، حوض او بانيو او غساله، تلاقي الريحه طالعه عليك. طب ما تقول لي هو ليه ما السويل ذات نفسه هو اللي ريحته وحش؟ ليه ما بتطلعش عليا اما باجي اقعد على الدبليو سي؟ عشان لو انت تاخد في بالك ان الدبليو سي دايما بتلاقي فيه ميه، دايما تلاقي فيه ميه محطوطه. بص كده على الدبليو سي عندك تلاقي دايما فيه ميه. طب ايه هدف الميه؟ وجود الميه دي، وجود الميه دي هي اللي بتمنع ان الريحه تطلع لك ترد. لو الميه دي قلت اعرف على طول اللي في عندك فيه مشكله.
فلازم يبقى في عندك ليفل من الميه. طب ما السويل بتمنع الريحه، يبقى عندنا المشكله بتاعتنا في ايه؟ المشكله بتاعتنا في الويست، ان لو الويست اترمى مباشره على الاي سي الريحه هتقوم رده في الويست، الريحه هتروح بقى في خط الويست. ما كده كده لو راحت في السويل هتقابلها ميه في نهايه الخط، فتروح لك فين؟ تروح لك في الويست. فاحنا بنقوم احنا عاملين ايه؟ حاطين الجالي تراب. طب هي الجالي تراب دي عباره عن ايه اساسا؟ الجالي تراب انت حضرتك بتدخل لها من هنا وبتاخد منها من هنا، اللي هي دي اللي انت هترمي فيها على ايه؟ دي اللي انت هترمي فيها على الاي سي. فلو جيت تلاحظ ده الويست اهو، وده اللي رايح يرمي على ايه؟ الاي سي، ودي الجالي تراب. لو انت جيت تاخد في بالك هتلاقي ان دايما في هنا ميه، ما علشان دي تسحب لازم يبقى في ميه لغايه هنا اهو، صح كده؟ يعني كل دي فيها ميه اهو. فاما يجي الريحه ترد من الاي سي تقابل حاجز ميه، فالريحه ما تردش في خط ايه؟ في خط الويست. التفاصيل الفنيه ديت والانيميشن والكلام ده هنعرفه مع بعض قدام في التكنيكال بتاع البلامينج، ولكن بشكل مبدئي لازم تكون عارف ان الويست بتترمي على حاجه اسمها الجالي تراب، وهدف الجالي تراب دي منع الريحه اللي هي ترد من الاي سي لايه؟ للويست. تيجي تسال نفسك طب ما السويل هو ذات نفسه ريحته وحشه، اقول لك علشان الوحدات بتاعته اساسا في النهايه بتبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ميه، والميه دي اللي بتعمل حاجز الريحه. طب خلي بالك بقى معايا، يبقى كده انت فهمت موضوع الصرف بيتم ايه؟ بيتم ازاي. انا عندي مبنى كبير اهو بالمنظر ده، عندي هنا حمام، عندي هنا حمام، عندي هنا حمام، عندي هنا حمام. هنجمع الصرف بتاعهم ازاي؟ ركز بقى معايا في اللي انا هقوله لك ده. سواء انت في دول الخليج او في مصر، الفرق الدفن بتاع الماسوره بس، ده الفرق الوحيد. فده مش قصتنا. امال احنا بنعمل ايه؟ نازل لك هنا بماسوره سويل وماسوره ايه؟ ويست. نزلت لك هنا بماسوره سويل وماسوره ايه؟ ويست. نزلت لك هنا بماسوره سويل وماسوره ايه؟ ويست. نفس القصه، سويل ويست. ركز بقى معايا. تيجي تقول لي طب ما تجمعهم جوه المبنى وانزل في الاخر بماسورتين، اقول لك انا لو جمعتهم جوه المبنى هتلاقي كميه كعبله مواسير جوه المبنى، انت مش هتعرف تحل المشاكل بتاعتها. عشان المواسير دي خلي بالك بتمشي اصلا بميول. يعني انا لو مشيت الماسوره كده لازم تمشي بميل. يعني ايه بتمشي بميل؟ يعني اهو عندك هنا اهو ده الروف وده الفلور، الماسوره لازم بتمشي كده علشان الميه بتتحرك اساسا بعجله الجاذبيه. فتخيل كده معايا، انت عندك بتبقى هنا في منسوب وهنا في منسوب تاني مختلف، فتبوظ لك الدنيا. فعلشان كده احنا ما بنحبش نمشي المواسير بشكل افقي، نزلها لي تحت على طول وريح دماغك. طب انا هجمع الدنيا دي ازاي كلها؟ بص بقى معايا، حضرتك هتقوم راح عامل لي هنا اهوت اي سي، ونفس القصه عامل لي ايه؟ جالي تراب اهو، اي سي جالي تراب، اي سي جالي تراب، اي سي جالي تراب. جمع 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 جمع. اطلع لي بالمسوده ده ايه؟ ارمي على دي، ارمي على دي، تاخد دي اهي، نفس القصه اهو. طبعا ما ينفعش ادخل ده على جالي تراب اهو، نفس القصه. شوف انا بعمل ايه؟ الويست بيترمي على الجالي تراب، والجالي تراب بترمي على الاي سي، والاي سي تنفع ترمي على اي سي تانية. في الاخر اتجمعوا لي بره هنا، صح؟ انا بقى بيبقى عندي هنا في الشارع لو في مصر، فعندي هنا حاجه اسمها منهول. منهول ديت بتبقى صورتها اهوت عشان انت تتخيلها، ده المنهول اللي هو بيبقى عندك في الشوارع كل 15 متر او 30 متر بتلاقي منهول اهو. ده يترمى على المنهول وده يترمى على المنهول، وطبعا انت بتلاقي منهول بيسلم منهول وخلافه اهو. ده جاي له اساسا مصروع من هنا. جميل كده، يبقى ده السيناريو عندنا. ده في مصر، علشان احنا في مصر ربنا كرمنا اللي فيه عندنا حاجة اسمها صرف صحي. ده صرف صحي، بس طبعا في قرى في مصر لسه الصرف الصحي ما دخلهاش،
في السعوديه وفي دول الخليج في الكويت وخلافه مفيش عندهم صرف صحي، عشان نعرف بس اللي احنا في نعمه ونحمد ربنا عليه، مش كل حاجه وحشه يعني، نحمد ربنا. الدنيا مش افضل حاجه، ولكن نحمد ربنا برضو اللي فيه صرف صحي. طب اللي الدول بقى اللي ما بيبقاش فيها صرف صحي بيعملوا هنا حاجه اسمها تانك. التانك ده اسمه بيتقال عليه سبتك تانك. بترمي حضرتك فيه هنا القاذورات بتاعتك اللي هو الصرف بتاعك، وبعد كده التانك ده بيجي عربيه اسمها عربيه النصح، اللي هي بتسحب الميه يعني بتاعت الصرف بتاعك، بتجيلك كل اسبوع، كل 10 ايام، كل 14 يوم. اما التانك ده يعني يتملى، بعد كده هو بيجي ينصح. طبعا ده اغلب دول الخليج شغاله بالطريقه دي، اللي هي بتجمع الفضلات بتاعتها هنا. بس نفس الكونسبت، انت عندك جري تراب، وعندك هنا اي سي اللي هو غرفة تفتيش، وعندك هنا تانك. يبقى بدل مصر في منهول، دول الخليج بيبقى سبتك. وخلي بالك ان في دول الخليج بقى في عندها خلاص صرف صحي، زي السعودية في بعض المناطق بيبقى فيها منهول عادي خالص، ما فيهوش اي مشاكل. يبقى كده انت عرفت السيناريو بيبقى ماشي ازاي.